قبل ما تشتري عود او قصبة صيد الجيجنج لازم تسمعها. ايوه، القصبة بتتكلم وبتقول لك 3 اسرار، لو سمعتهم وفهمتهم هتقدر تختار قصبة صيد الجيجنج الصح المناسبة ليك بنفسك. جايه وهي نازله. وقت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه كده بقى، ايوه كده، ايوه كده، الدلع ما شاء الله. الدلع يا باشا. ايوه كده. في الحلقة اللي فاتت كانت الحلقة الأولى من سلسلة تعلم صيد الجيجنج من البداية للاحتراف. اتكلمنا فيها عن صيد الجيجنج وكيف نشأ وأين، وعرفنا حاجات كتير عن صيد الجيجنج، وعرفنا ان هو النهارده من اقوى مدارس صيد الاسماك الكبيره. ووعدتكم ان احنا في الحلقه الثانيه هنتكلم عن 3 اسرار لاختيار عود الجيجنج الصح والمناسب ليك، والنهارده هنفهم مع بعض هنختاره ازاي. احنا لا هنختار قصبة صيد الجيجنج بالشكل ولا بالسعر ولا ان حد قالك ان القصبة دي ممتازة، لكن احنا هنخلي النهاردة قصبة صيد الجيجنج هي اللي تقول لنا على الاختيار الصح. احنا هنخلي القصبة نفسها هي اللي تقول لنا نختارها ازاي. ال3 اسرار دول مهمين جدا، ويمكن اهمهم هو السر الثاني والثالث. فكمل معايا الفيديو وارجوك ركز معايا جدا، لان كل كلمة بقولها ليها معنى وليها هدف، وهي انك انت تختار العود الصح لما تيجي تشتريه. السر الاول هو انت مين. السؤال الاول اللي هنسأله للقصبة، انت قصبة ايه؟ انت قصبة جيجنج ولا قصبة شور جيجنج؟ ودي مش مجرد اسماء. قصبة صيد الجيجنج دي القصبة اللي احنا بنستعملها في صيد الجيجنج من المركب او من الزودياك او من الكياك. هي مصممة للاستعمال ده، اللي هي بنصطاد بيها الجيجنج الرأسي. فاكرين الفيديوهات بتاعتنا اللي كنا اتكلمنا فيها عن تعريف الصيد؟ فدي الجيجنج الرأسي هو اللي بنستعمله من القارب او من الزودياك او من الكياك، وله قصبة او عود الجيجنج الخاص بيه. اما قصبة او عود صيد الشور جيجنج فدي اللي احنا بنستعملها من الشاطئ. لما اكون عايز امارس رياضة صيد الجيجنج من على الشاطئ بستعمل الجيجنج الافقي. برضو زي ما قلنا في الفيديوهات دي، وهتظهر دلوقتي في علامة الاي، تقدر ترجع لهم وتتفرج عليهم لو كنت لسه ما شفتهمش. فاحنا دلوقتي قصبة الجيجنج هي اللي بتقول لنا وبتجاوب على السؤال وبتقول انا قصبة شور جيجنج ولا قصبة جيجنج. تقدر تميز ده وتعرفه بسهولة من الطول بتاعها. دلوقتي قصبة الجيجنج اللي هنستعملها من القارب او من المركب هي في الغالب بيكون طولها 180 متر 80 سنتي، او دي مثلا متر 72 سنتي. ده الرينج بتاعها. في حاجة تانية كمان بتميز القصبة الجيجنج، ان احيانا بتيجي عبارة عن قطعتين، قطعة قصيرة تقريبا بتكون التلت بتاع طول القصبة، والجزء الثاني بيكون قد التلتين. واحيانا بتيجي في الطرازات القديمة انها بتكون قطعة واحدة، وبرضو في من الجديد بينزل قطعة واحدة. بس اللي بيميزه هو الطول بتاعه اللي بيكون في الرينج ده، اللي هو رينج المتر و80 سنتي.
اما عود الشور جيجنج عشان تعرفوا بسهوله، هو بيكون عباره عن قطعتين، والقطعتين قد بعض، الاثنين طول واحد اهم، طول واحد باين معانا دلوقتي. الطول بتاعها بيكون في حدود 2 متر 70 سنتي او 3 متر او 3 متر 30 سنتي. لان طبعا انا ببقى محتاج وانا بصطاد شور جيجنج من على الشاطئ حدفه بعيد وعود قوي يتحمل الجيجايه اللي هتحدف، وفي نفس الوقت يتحمل الفايت اللي هيحصل مع السمكه وانا من على الشاطئ. بس دلوقتي انت قدرت تميز، اول ما تبص للعود بقيت تقدر تعرف هو عود جيجنج ولا عود شور جيجنج من الطول بتاعه. طبعا ده مش قادر اركبه عشان هيبقى طويل قوي لان هو 3 متر. فهم ادوات الصيد اللي في ايدك هو اول خطوه انك تستخدمها صح وقت الصيد. يبقى قبل ما نقول القصبة دي حلوة ولا وحشة، لازم أقول القصبة دي مناسبة لصيد الجيجنج اللي أنا همارسه ولا لأ، وبكده تبقى عارف طريقة صيد الجيجنج المناسبة ليك هتختار لها أنهي عود. هل عود صيد قصبة الجيجنج ولا قصبة الشور جيجنج؟ يبقى انا لو بمارس صيد الجيجنج بتاعي او اللي انا عايز امارسه هيكون من المركب او من القارب او من الكياك، زي ما قلنا في وسط البحر اللي هو صيد الجيجنج الرأسي، يبقى انا هختار عود جيجنج طوله حوالي تقريبا متر 80. ولو انا هختار ان انا هصطاد جيجنج من على الشاطئ، يبقى هلجأ ساعتها لعود الشور جيجنج اللي طوله من 2 متر 70 سنتي لحد 3 متر، وفي ال 3 متر 30 لان انا من على الشاطئ واحيانا من على الكسارات ببقى محتاج ان العود يكون طويل عشان اعرف اجيب السمكه من قبل الشعب واعرف احدف بيها. انت اللي هتختار انت عايز تمارس انهي نوع من انواع الجيجنج، وساعتها انت هتختار العود المناسب مش اللي حد قال لك عليه. حابب افكرك لو انت شايف ان المعلومات اللي بقدمها مهمة واضافت ليك، فما تنساش لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف باقي سلسلة الفيديوهات الخاصة بسلسلة تعلم صيد الجيجنج من البداية للاحتراف. اما السر الثاني اللي القصبة هتقوله لك، عايزك تجمع كل تركيزك جدا وتركز معايا فيه لانه مهم جدا، ولما هتعرفه هتعرف قد ايه هو مهم. شايف الحرفين دول اللي مكتوبين على العود او على القصبة؟ البي اي، ومكتوب جنبهم رقم، وكمان مكتوبين على علب البريد. يمكن تكون شفت الحرفين دول والارقام اللي جنبهم لعشرات المرات، لكن هل سألت نفسك الارقام دي والحرفين دول معناهم ايه؟ يبقى الكلمة المكتوبة دي اللي هي البي اي دي اختصار لكلمة البولو سيلين
الباولو إيثيلين اللي بتستخدم وبيصنع منها خيوط البريد اللي بنستعملها في صيد الجيجنج. والرقم اللي مكتوب جنبها دي وحدة القياس اليابانية لخيوط البريد، ودايما هتلاقيها مكتوبة زي ما قلنا على علب البريد، وهتلاقي مكتوب على قصبة الصيد نفس الموضوع. نقطة مهمة هنا معلش حابب انك تركز معايا فيها قوي، البي اي غير ال بي. ال بي دي الليبرا اللي بتقيس قوة قطع الخيط، اللي احنا بنسميها الليبرا. دايما يقول لك الخيط ده كام ليبرا، يبقى الليبرا قوة قطع الخيط، دي ملهاش دعوة بالبي اي. البي اي دي وحدة قياس يابانية لقياس البريد. يعني نقدر نقول ان البي اي مش هي ال بي. يا رب تكون عرفت معايا الحتة دي كويس جدا. البي اي اللي هنتكلم عليها دلوقتي ملهاش دعوة بالليبرا اللي هي قوة قطع الخيط، دي وحدة قياس ودي وحدة قياس تانية. زي ما شفت معايا لما شفنا مع بعض اللي مكتوب على العود واللي العود عايز يقوله، لقينا مكتوب البي اي مثلا من 2 ل 4. يبقى انا كده لازم اختار بريد المقاس بتاعه من 2 ل 4، وهعرف المقاس وانا بشتري البريد بتاعي. زي ما هنشوف مكتوب على العلب بتاعته الرقم والمقاس، ومكتوب ده بي اي 1 او بي اي 1.5 1.5 6 4 5. كل ما هتلاحظ معايا ان كل ما الرقم بيعلى، لو بصيت معايا على الجدول ده، انا عامل لك الجدول ده اللي هو فيه ترجمه للارقام دي بوحدات القياس بتاعتها، اللي هي بتقول لنا البي 1 والبي 2 دي توازي خيط كام، التخن بتاعه بوينت كام ملي من الملي، وده قوته بالليبرا بتختلف من شركه لشركه. يعني انت ممكن تلاقي نفس البي 1 ونفس التخانه، ولكن الليبرا اللي هي قوه قطع الخيط مختلفه من شركه لشركه. زي ما هو ظاهر معانا في الجدول ان كل الرقم ما بيعلى معايا، كل ما تخانه الخيط بتعلى معايا، كل ما الليبرا قوه قطع الخيط بتعلى معايا. اظن الحته دي واضحه، واتمنى انك تشوفها لاكتر من مره، ولو في اي استفسار عندك ليها اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك. تاني رمية ما شاء الله، ربنا رزقنا دبل سترايك اهو، انا واحمد في نفس الوقت. تعالي يلا تعالي. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على الريد هيد. على الريد هيد ما شاء الله ملص. يبقى نلخص اللي احنا قلناه برواقه كده. البي اي ده مش هو ال بي اللي هو الليبرا، دي وحده قياس للبريد، والثانيه وحده قياس لقوه قطع البريد. البريد ده هيقطع عند قوه قد ايه، ودي غير دي. يبقى احنا عرفنا كده، وعرفنا ان احنا العود بتاعنا مكتوب عليه البي اي عشان مكتوب الرينج بتاعه بالرقم جنبه. وزي ما قلت لك الجدول اهو
بيبين الارقام دي. الجدول ده جاي من مصادر يابانيه، يعني الارقام اللي فيه دقيقه جدا. طيب ايه علاقه الكلام اللي احنا قعدنا نقوله ده بالقصبه او العود بتاع الجيجنج؟ ركز معايا الله يخليك في النقطه دي لانها مهمه جدا، وعايزين نعرف ايه العلاقه دي. الكلام ده مش هتسمعه في اي حته، انا نفسي ما سمعتوش، ما لقيتوش في حته تانية. فقلب صياد مهتم جدا انه يعرفك لان الموضوع ده مهم جدا. الشركه المصنعه لقصبه الجيجنج دي كتبت لنا عليه ان البي اي بتاعها من 4 ل 6. وده معناه ايه؟ معناه ان خيط البريد اللي هستعمله المقاس بتاعه من 34 ل 41 بوينت من الملي. يعني اللي احنا عادي في الدارج بتاعنا بنقول عليه خيط 40، خيط 34، بس القياس بتاعه اللي هو 34 بوينت من الملي، 0.34 من الملي. يبقى الشركه اللي صنعت العود بتقول لك على خيط المقاس، خيط البريد المناسب لاستخدامه على العود ده او على القصبه دي. فاكر لما قلت لك ان قصبه الجيجنج بتتكلم؟ اهي بتتكلم، بس المهم انت اسمع لها. اهي بتقول لك على مقاس خيط البريد اللي انت هتستعمله عشان قصبه الجيجنج دي تكون ناجحه معاك. عشان اوضح لك النقطه دي بسهوله اكتر، تفهمنا ايه اللي فات ده كله في النقطه دي بتاعه البي اي. متخيلين ان احنا لو معانا خيط بريد مقاسه 20 بوينت 20 ملي مليمتر. دلوقتي لو انا الخيط ال20 ده، متخيل لما يكون معايا جيجايه تقيله زي دي وانا الخيط بتاعي البريد مربوط فيها وبحاول ارقصها تحت في الميه على اعماق كبيره، الخيط نفسه مش مخليها تاخد الاكشن بتاعها، وفي نفس الوقت الاكشن ده طالع معايا من العود، من القوه بتاعت العود واللبره بتاعته. عشان كده الموضوع كله منظومه كامله. متخيل انت لو انا معايا بريد زي ده، البريد ده مقاسه 80، مقاسه 0.80 مليمتر. لو انا مركب عليه جيجايه 30 جرام مثلا، ومتخيل مدى تقل الخيط معايا وانا عمال اهز بيه، الجيجايه دي هتترجم تحت لرقصه مختلفه تانية خالص. عشان كده العود هو بيقول لك استعمل عليا خيط بريد كام، مقاسه كام. صيد الجيجنج مش قصبه ومكنه وجيجات، لكن دي منظومه كامله، كل حاجه فيها لازم تأدي دورها بإتقان. حلقه الربط بين كل المنظومه بتاعه الجيج دي كلها هي الخيط البريد. خيط البريد هو وسيله الربط بين كل المنظومه دي عشان كل حاجه فيها تأدي دورها بمهاره. عشان كده كانت الشركات المصنعه لاعواد الجيجنج لازم تقول لك على الجوكر بتاع اللعبه كلها، وهو خيط البريد المناسب لاستعماله على القصبه دي عشان المنظومه كلها تكون كامله وتخليك تأدي جيجنج ناجح ويكون صيدك فيه ناجح باذن الله. دلوقتي قبل ما نبدا مع بعض في السر الثالث، حابب افكرك ان الفيديو طبعا بمعلوماته لو هي عجبتك او اضافت ليك، فانا منتظر اعرف رايك ده من التعليقات. تكتب لي، وباللايك بقدر اعرف ده عجبك ولا لا. وفي نفس الوقت عليك دور كمان، زي ما انا بحاول اوصل لك كل المعلومات اللي انا وصلت لها خلال سنين خبرتي دي، واحاول انها تكون مفيده بالنسبه لك. انت كمان عليك دور انك انت لما بتشير الفيديو لاكبر عدد من الاصدقاء
وبتعمل لايك وتكتب لي في تعليقات. كل ده بيعرف اليوتيوب ان الفيديو عاجبكم. هو بيعرف من الارقام دي، هو مش بيعرف لما انت تشوف الفيديو وتقفله هو كده ما فهمش انت الفيديو عجبك ولا لا. هو بيعرف من ارقام وتحليلات الحاجات التانية دي. فارجوك لازم تساعدني بانك تعرفني رايك في التعليقات، وده بيساعدني اني استمر. سلسله تعلم صيد الجيجنج من البدايه للاحتراف احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه فيها لحد ما تكون بتمارس صيد الجيجنج بادوات صح وبتمارسه بطريقه صح. وزي ما قلت لك كعادتنا هنا في قلب صياد ان انا مش هسيبك الا وانت احسن صياد، سواء كنت بتصطاد عذب او مالح. يلا بينا على السر الثالث. السر الثالث اللي قصبة الجيجنج بتقوله لك هو بتقول لك استعمل معايا جيجات وزنها كام، الجيج ويت بتاعها من كام لكام، عشان انا مصممة اديك افضل اداء للجيج في الرينج بتاع الرقم ده. هنشوف مع بعض دلوقتي على العود مكتوب الجيج ويت بتاعه كام. اسمحوا لي بس البس النضاره عشان الارقام صغيره. العود ده الجيج ويت بتاعه من 100 ل 250 جرام. ده عود جيج من المركب. طيب العود ده برضو جيج من على المركب، نشوف مكتوب فيه الجيج ويت بتاعه من كام لكام. من 170 ل 280 جرام. طيب لما نيجي للعود بتاع الشور جيجنج من على الشاطئ نشوف مكتوب عليه الجيج ويت بتاعه من كام لكام. معلش كل واحد له اتجاه. الجيج ويت بتاعه من 28 ل 84 جرام. يبقى انا كده العود بيقول لنا الجيج بتاعي تستعمله من وزن كام لكام عشان اديك افضل اداء. زي ما احنا شايفين الجيجات المتاحه معانا بيكون في اوزان مكتوبه عليها شابكين في بعض. ما نضيعش وقت فيها. هنا مثلا هنلاقي مكتوب 60 جرام. 60 جرام يبقى دي جيجايه اقدر استعملها على العود بتاع الشور جيجنج لان هو لحد 84 جرام. دي جيجايه، معلش سوري برضو النضاره. دي جيجايه 100 جرام وهنا مكتوب 84 على العود. ممكن استعمل ال 100 جرام بس اكون حذر شويه عشان انا كده في اوفر حوالي 15 جرام. هي مش رقم كبير بس ما حاولش ان انا ازيد عن كده. لو جينا نشوف الجيجات اللي هي للجيج من القارب اللي هي الارقام الكبيره، هنلاقي هنا مثلا جيجايه معايا 200 جرام يبقى دي مناسبه للاستعمال على العودين. نشوف تاني مع بعض. هنا دي جيجايه لسه حتى جديده ما استعملتهاش. الجيج ويت بتاعها كام؟ 160 جرام. يبقى برضو مناسبة للاستعمال على العودين بتوع الجيجنج من القارب. يبقى العود يا جماعة بيتكلم معانا وبيقول لك أنا عشان أديك أفضل أداء أنا متصمم أشتغل على جيجات وزنها من كام لكام. طيب السؤال هنا هو أنا لو استعملت جيجاية خارج نطاق الرقم اللي مكتوب على عود الجيج اللي معايا هيحصل ايه؟ شايفين عود الجيج بيكون زي ما بنقول الكاست ويت بتاعه ناشف. بص هو مش عود رائع، هو عود جبر. معنى كده ان انا لو استعملت عليه جيجايه اقل من المقاس
المتاح ان انا استعملها عليه، زي مثلا جيجايه من الجيجات الصغيره دي. هو مش هيهزها، انت ساعتها هتبقى بس مجرد ان انت بتحركها بس وخلاص في الميه، لكن العود مش مدي الاكشن عشان الجيجايه تاخد الحركه الطبيعيه بتاعتها. والعكس تماما، لو انا مستعمل على عود كاست ويت بتاعه او الجيج الجيج ويت بتاعه قليل، وحطيت جيجايه كبيره، هو مش هيقدر يحركها، يعني لان هو لما هيجي يشد تقل الجيجايه هيمتص من الجزء المرن بتاعه اللي هو هيطلع وينزل بيه. عشان كده لو انت استعملت اقل او اكبر من الرقم اللي موجود على العود، ما تنتظرش انه يديك جيج صح. عشان كده لما حد من الاصدقاء بيقول لي اجيب عود جيج وزنه كام جرام بس كده، لازم اقول له ساعتها ان السؤال ناقص. لازم نعرف انت هتصطاد اي نوع من انواع الجيجنج، الجيجنج الرأسي ولا الافقي، من على الشاطئ ولا من على المركب. لازم اعرف انت عايز تشتغل باوزان قد ايه اللي هي تقدر تتحملها وتقدر تشتغل بيها. كل الحاجات دي لازم نعرفها قبل ما نقرر هنجيب عود جيجنج شكله ايه ومقاسه كام. ساعتها السؤال يبقى صح عشان الإجابة عليه تكون صح. وزي ما قلنا دي منظومة كاملة، أي حاجة تقع فيها هتخلي الأداء مش مظبوط. يعني لازم العود الجيجنج والجيجاية يتكلموا نفس اللغة عن طريق الرقم اللي مكتوب على العود. استنى خليك معايا، احنا لسه ما خلصناش، الفيديو ده مهم جدا. الصياد المحترف مش اللي هو عارف اسامي الماركات، لكن الصياد المحترف هو اللي يقدر لما يمسك العود ويقرا اللي مكتوب عليه يقدر يعرف العود ده هيتعمل بيه ايه ولازم له ايه من ادوات الصيد عشان تكمله وتديله افضل اداء. هستناك لازم تكتب لي في التعليقات وتقول لي هل انت صياد جيجنج فعلا بتمارس صيد الجيجنج، ولا لسه عايز تمارس صيد الجيجنج، وانت مهتم بصيد الجيجنج من على الشاطئ ولا من المركب. ولو انت عندك ادوات صيد للجيجنج يا ريت تكتب لي العود بتاعك البيانات بتاعته ايه، اكتبها لي في التعليقات عشان نعرف مع بعض. وكمان تقول لي انت بتصطاد جيجنج فين، لان كل اصدقاء قلب صياد بقى منتشرين في اغلب الدول دلوقتي الحمد لله. هستناك تكتب لي في التعليقات، ويلا نختار مع بعض مكنة الجيجنج المناسبة، افضل مكنة جيجنج مناسبة ليك دلوقتي. لو انت مهتم باختيار مكنة الجيجنج يبقى لازم تتفرج على الفيديو الظاهر على الشاشة دلوقتي اول ما يتعمل.